انت اتجرحت وتعبت واتكسر قلبك، بس ما تنساش ان عوض ربنا جميل. هيعوضك لدرجة تخليك تخاف انك تكون كنت في يوم مقصر في حقه. هيعوضك لدرجة تخليك تندم في يوم من الايام انك زعلت مجرد زعل على اي حاجة راحت منك. هيعوضك وهتعرف ان كل الابواب اللي اتقفلت في وشك قبل كده كان عشان توصل لحاجة افضل وافضل. عوض ربنا دايما بيجي بالصبر. هتمر عليك لحظات هتحس انك خسرت حاجات كتير، بس ما تنساش ان ربنا عنده اكتر. عوض ربنا بيجي بيمحي من حياتك اي قهر وظلم ووجع انت حسيت بيه في يوم من الايام. عوض كده بيغسل روحك وقلبك، فخليك على يقين ان العوض اللي بتحلم بيه هيجيلك احسن منه بمراحل. بس انت خليك على يقين وواثق ان ربنا سبحانه وتعالى هو السميع العليم. فاتمنى واحلم وادعي ربنا دايما ان هو يرزقك بالعوض الجميل، يرزقك بجبر الخاطر وراحة البال والقلب. كلنا مليانين اوجاع بخلاف كل واحد فينا عن التاني. كلنا موجوعين بس بطرق وباشكال مختلفة. كلنا مستنيين العوض، فاطمن، العوض هيجيلك وساعتها هتبكي في صلاتك وانت ساجد من الفرحة. هتلاقي كده طاقة من النور دخلت جواك، فخليك كده زي السما مهما مر عليها سحاب الشتاء بترجع تاني وتكون صافية. فمهما تمر في حياتك بأوجاع وكسرة قلب لازم تقوم تاني من جديد. فادعي دايما اللهم العوض الجميل. ربنا يطمن قلوبكم ويعوضكم كل خير. الفيديو ده هعرفك مين هما المحبطين أعداء النجاح وازاي تعرفهم وايه تأثير كلامهم عليك. من السذاجة انك تكون فاكر ان كل الناس عايزة تشوفك ناجح. دايما هتلاقي نوعيات من البشر بتقلل من النجاح اللي انت وصلت له. يعني مثلا زميلك في الشغل يقولك ايه يا عم، في ايه، هو اللي اشتغلوا خدوا ايه؟ يا عم كبر دماغك، هتترقى يعني هتبقى ايه؟ ولو اشتغلت في الاخر هتاخد ايه؟ مرتبك بيكفيك؟ يا سيدي كبر دماغك، كبر عقلك، ايه اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش. يفضل يحبط فيك ويخليك تكره نفسك وتكره الشغل. نفس النوعية بالظبط بتلاقيها في زميلتك او زميلك اللي في الجامعة او في الدراسة. يشوفك كده متفوق وبتنجح وكل سنة بتجيب تقدير كويس، يجي يقولك يا عم انت فاكر نفسك احمد زويل، او انت يعني هتاخد ايه؟ يا عم كفاية مذاكرة بقى وخلينا ننزل نقعد على قهوة ولا ننزل نعمل اي حاجة. ايه كل المذاكرة دي كلها؟ في الاخر هتاخد ايه يعني؟ هتاخد الشهادة تعلقها تبروزها في البيت وفي الاخر هتفضل قاعد على القهوة عاطل طول النهار. لا هتلاقي شغل ولا مذاكرتك دي هتخليك حتى وكيل وزارة. يا راجل كبر عقلك، كبر مخك، ويحطم في معنوياتك ويخليك تشوف الدنيا كلها سودة. ده غير بقى زميلك في النادي ولا حتى في الجيم. ايه يا عم انت هتفكر نفسك بيج رامي ولا ايه؟ فاكر نفسك بيج رامي ولا ارنولد؟ انت في ايه يا عم؟ كل دي تمرينات في الاخر هتاخد ايه يعني؟ يا راجل كبر عقلك، بلا بطولة بلا بتاع، كفاية عليك كده يا راجل. يلا بينا يلا بينا، ده انت حتى فرهطت وعرقت وطاقتك كلها خلاص خلصت. وانت بقيت قادر؟ يا راجل ده انت ارهقت نفسك ويا ريتك هيعود عليك بحاجة ولا هيفيدك بحاجة. يلا يا راجل يلا. الاصناف والنوعيات دي موجودة كتير جدا في حياتنا، والمؤسف في الموضوع ان للأسف في ناس كتير جدا بتتأثر بكلام الناس المحبطين اللي بيخلوا معنوياتهم في الارض. وفي مثل شعبي كده كنت دايما بسمعه يقولك ايه، العين ما بتكرهش غير اللي احسن منها. يعني طول ما هو شايفك ناجح وبتجتهد ومتفوق هيفضل يكرهك من غير سبب، لان انت نجحت وتفوقت وقدرت تعمل اللي هو معرفش يعمله. فلما تقابل حد من الناس المحبطين اعداء النجاح اللي مش عايز دايما يشوفك ناجح ومتفوق، لما تشوف الكلام ده او لما تسمع الكلام ده قول له ارحمني، انت مش عارف تعمل زيي، سيبني في حالي. واحب اوجه رسالة للبني ادم اللي دايما بيحبط الناس، الانسان الفاشل اللي مش عارف يعمل اي حاجة في حياته. سيب الناس الناجحة، الناس اللي فعلا قادرة تحقق ليها نجاح او قادرة تبقى حاجة. فكون انك تحطم معنوياتهم او تقلل من طاقتهم ده مش هيفيدك بحاجة، بالعكس ده بيثبت كل يوم ان انت بني ادم ناقص. بس واتمنى تكون الرسالة وصلت. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل منشن كده للبني ادم اللي دايما بيحبطك، يمكن لعل وعسى يفهم ان انت مش هتستجيب لكلامه او مش هتستجيب لتحطيمه ليك طول الوقت والكلام اللي بيفضل يقوله لك. يا راجل كبر دماغك، بلا بطولة بلا مذاكرة بلا نادي بلا كلام فاضي. سيبك يا راجل من الكلام ده.
لو عجبك الفيديو اعمل له منشن حتى تبقى وصلت رسالتك بطريقة غير مباشرة، وانك هتكمل في طريق نجاحك مهما كانت الضغوطات او مهما كان كلامه اللي هو بيقوله لك. فانت مكمل في طريقك للنجاح، وخليها دايما في ذهنك، هتجتهد وهتتعب هتنجح، هتتأثر وهتستسلم لكلام اعداء النجاح، فخليني اقولك ان انت عمرك ما هتتقدم خطوة واحدة لقدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عمل لك بلوك هيشيله، واللي خرج من حياتك هيرجع لك، واللي خدعك بسبب طيبتك وحزنك هيندم عليك، واللي ظلمك ضميره هيوجعه، واللي اذاك هتتردله وساعتها هيفتكرك. اوعى تصدق ان في حد بيمشي نهائي وما بيرجعش، كلهم بيرجعوا حتى لو بعد زمن. هيرجعوا لك لما تبقى قوي وناضج ومبسوط مع غيرهم، هيرجعوا لك لما يعاشروا غيرك ويعرفوا شكله وطباعه عامله ازاي، هيرجعوا لك لما يلاقوك ناجح ومفيش اي حاجه تكسرك، هيرجعوا لك بس وقتها مش هيكون ليهم مكان جواك. خليك واثق ان الزمن والايام كفيل ان هو ينسيك شخص مهما كانت غلاوته عندك ايه. وقت رجوعهم ليك هتشوفهم زيهم زي غيرهم، لا بتحبهم ولا حتى بتكرههم. خليني اقولك ان بلوك القلوب اصعب بكتير جدا من بلوك الميديا، فخليك دايما غالي، واللي يخسرك ما يعرفش يكسبك تاني. انت غالي. هما وحشوك صح؟ هما مين دول اللي وحشوك بالظبط؟ اللي اذوك ووجعوك، ولا اللي سابوك في عز محنتك؟ ولا وحشك احساس ان انت كنت دايما بتطلب الحاجة اللي ما كانش ينفع انها تطلب؟ ولا عشان وصلولك ان هو ده بس يدوب اللي انت تستاهله، فانت كمان بدأت تحس انك اقل من ان انت تطلب حقك؟ عاوز ترجع لايه بالظبط؟ ليه محسسني ان هما كانوا حلوين مع ان حبك اللي كان محليهم؟ والحقيقة ان انت وحشك الحالة نفسها، حالة ان في حد ونس بحبك وحشتيني، مع ان سبحان الله انت وانت معاهم تقريبا الحاجات دي كانت بتتقال كل شهر مرة. انا عارف ان انت موجوع وانا ما انكرتش ده، بس انك تفضل موجوع شوية وترتاح زمن افضل من انك تصحى كل يوم الصبح وهو شغال يوجع فيك ومفيش اي حاجة بتتغير، غير انك هتصحى كده في يوم الصبح على خبر ان هي اتخطبت او هو خطب. ليه مصمم انك تحط نفسك في دايرة ان انت يضحك عليك وبمزاجك؟ فرجاء بقى فوق واعرف قيمة نفسك، واعرف انت مين وعامل ايه ورايح فين. اعرف ان اللي بيحب بجد اللي زيك مفيش منه في الزمن ده، واوعى يوصل بيك المرحلة انك تشوف نفسك بعينهم، هم اصلا مش عارفين هم عاوزين ايه. فانت يا ابن الحلال ازاي بتشوف نفسك من خلال ناس هي نفسها مش عارفة هي عاوزة ايه ولا حتى عارفة نفسها؟ فانت تحمد ربنا انقذك من علاقة كانت هتهلكك وهتجيب اجلك، وهيجيلك بعدها نضج وقوة لا تتخيلها بعد الموضوع ده، وقدام مش هتلاقي اي حاجة تأثر فيك او توجعك. فالمسألة يا عزيزي مسألة وقت. انجح واشغل نفسك واشتغل، وما تسمحش لحد ان هو يكسر خاطرك او قلبك. ابعد بقى عن كل العك ده، لان بجد ربنا انقذك وهتعرف ده بعدين. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس عايشة عشان تظلم ناس تانية ملهاش علاقة بأي ظروف، عايشين يظلموا بعض وياكلوا حق بعض ويستحلوا وجعهم، عشان في ناس تانية بتطبل لهم وبتشجعهم على الظلم. الغريب في الأمر إن الناس دي بتبقى عايشة وعارفة إن هي بتظلم، وللأسف ضميرها مش موجود، أو يعني تقدر تقول كده عاملين مش واخدين بالهم. طمع الدنيا عماهم وخلاهم مصدقين نفسهم في كل تصرفاتهم وأفعالهم، بيصدقوا نفسهم قوي وهم بيظلموا وبيجرحوا. موازين الدنيا عندهم مختلفة، اللي هو نفسي ثم مش مشكلة الآخرين. مش متخيلين كده إن الحياة ممكن تنتهي في لحظة وقوتهم دي تضعف، وقوتهم لما تضعف هيطلبوا من اللي قصادهم أو من الناس اللي ظلموهم إن هم يسامحوهم على كل لحظة وجع وكل لحظة ظلم. الناس دي حسابها عسير، وكل واحد هيتحاسب على ظلم حد ظلمه وما كانش ليه علاقة بأي ظروف حواليه. بس خليك مقتنع ان حقك لازم يرجع وهيرجع. يعيش الظالم بس يتمنى ولو لحظة واحدة ان انت تسامحه على كل اللي حصل منه. افعل ما شئت فكما تدين تدان. زي ما ظلمت حد ما كانش ليه علاقة وما كانش ليه اي ذنب في اللي انت فيه، هيجي اللي هيظلمك وهيكسر قلبك وخاطرك، وفعلا ساعتها هيقدر يوجعك زي ما انت وجعت غيرك بالظبط. وما تنساش ان اللي عند ربنا عمره ما بيرد. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح الفيديو ده هياخد من وقتك دقايق لكنك هتستفاد.
لما تتخلى عن حد، خصوصا لو كنت في علاقة عاطفية معاه، ما تطلبش منه ان هو يرجع لك تاني، لان في الغالب مش هيقدر يديك الامان اللي اداهولك اول مرة. ما تسيبش دماغك لحد عشان تقدر تاخد قرار، خلي دماغك هي تاخد القرار اللي انت مقتنع بيه. خليك على مسافة خطوة واحدة بس بينك وبين الناس علشان تقف على ارض صلبة. وانت نازل شغلك سيب مشاكل بيتك على الباب، وانت راجع من الشغل ارمي مشاكل الشغل قبل ما ترجع البيت. ما تطلبش حاجة من حد اكتر من مرة واحدة بس، وما تديش فرصة لحد اكتر من مرتين او اكتر من مرة. الفرصة التانية اديها لنفسك مع حد تاني. ما تحاولش تعرف اللي بيحصل ورا ظهرك، لان في الغالب هتخسر ناس كتير. لما تيجي تختار صاحب اختار ابن الاصول، لان قليل الاصل لا يؤتمن في صداقته، وابن الاصول يؤتمن في عداوته. لو ما تعرفش حد معرفة شخصية بلاش تصدق كلام الناس عليه. عامل الناس بما ترى منهم ليس بما تسمع عنهم. ابعد عن علاقات المصالح. اللي ما يستحملكش في أسوأ حالاتك ما يستهلكش في أحسن حالاتك. أبوك وأمك لو وصلوا لسن ال60 أو أكتر ربنا يبارك فيهم، فخد بالك كويس جدا وانت بتتعامل معاهم في السن ده، لأنه سن مهم جدا لازم تعرف فيه إن ربنا سبحانه وتعالى خلانا نرجع تاني لتصرفات الطفولة، ودي حكمة إلهية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فرجاء ما تزعلش منهم. دايما نتعلم من اللي فات وخطط، وخليك حذر وانت بتخطط للي جاي، لأنه متعلق بنسبة كبيرة جدا عن نجاحك أو فشلك. 6 حاجات لازم تهتم بيهم كويس جدا: أبوك وأمك، صحتك، زوجتك وأولادك، ثقافتك، راحة بالك، ممارستك للرياضة. ما تحكمش على حد لكونه راكب البي ام أو حتى ماسك الآيفون. اللي أهلك يحذروك منه لازم تاخد الكلام على محمل الجد، لأن تأكد لو عملت العكس هتندم. مهما كبرت ما تتصرفش من دماغك. لو عندك نقص في معلومة معينة اسأل اللي أكبر منك في أي حاجة أنت عايز تعملها، ومش عيب. واخيرا لو انت بتمر بمشكلة في حياتك، لو انت في ايديك حل المشكلة دي قوم دلوقتي حالا وحلها، لكن لو مفيش في ايديك الحل فيبقى الوضع كما هو عليه، وربك موجود عمره ما بينسى حد. سلام. مالك؟ الهم زايد عليك صح؟ انا عارف. اسمع بقى الكلمتين دول: اوعى تكره صفة جميلة ربنا خلقها فيك، اوعى تكره طيبتك وجدعنتك اللي ربنا خلقك بيهم. فما تقولش طيبتي هي سبب وجعي وتعبي، لان صدقني ربنا بيحب الطيبين. ما تكرهش اي صفة حلوة فيك لمجرد ان حد بيستغل الحاجات الحلوة دي. كفاية انك عرفت وفهمت واستوعبت ان في ناس بتستغلك وبتاخد بالك منهم، وربنا بيعوضك. انت لما تكون طيب وجدع وبتتعامل مع الناس بطيبة وجدعنة افضل بكتير من انك تكون شخصية استغلالية وتكون حد خبيث وما يتعاشرش. لما تكون طيب ربنا هيرزقك باللي شبهك، باللي يشبهك في طيبتك، في جدعنتك، في اخلاقك. ربنا بيعوض اللي عند ربنا كتير قوي. انما لما تكون خبيث وبتشتغل نفسك ربنا هيبتليك باللي اخبث منك، وساعتها هتفتكر اللي انت عملته في الناس او اللي انت عملته في شخصية معينة. وما تقلقش، الطيور على اشكالها تقع. فانت يا ريت تطمن عشان ربنا موجود. خلينا اكلمك عن اسوأ 10 انواع من المشاعر ممكن تمر بيهم في حياتك. اول نوع وهو انك تفضل تعيش كده فترة من الوقت انسان معطاء، وبعد مرور الوقت تحصد كل العطاء اللي انت قدمته ده اساءة، وكأنك كده كان كل ذنبك انك انسان زيادة عن اللزوم. تاني نوع لما تحس انك اكبر جريمة عملتها في حياتك انك صبور وبتتحمل، وفي نفس الوقت لا بتعيد ولا بتزيد ولا حتى بتشتكي، وتلاقي اللي قدامك بيستغل ده لمصلحته الشخصية ولصالحه هو. النوع الثالث وهو انك تندم على اي احساس او شعور بالحب حسيته تجاه اي انسان. كل تصرفاته معاك عبارة عن اهانة فقط لغير. النوع الرابع لما تحزن كده وتحس بالوحدة وما تلاقيش الايد اللي تطبطب عليك، ولو طبطبت النهاردة ما بتكملش معاك بقية عمرها، نتيجة لأي حاجة بقى، للظروف او لتغيير النفوس.
النوع الخامس وهو لما تكون عاجز انك تنقذ حد قريب منك من الغرق في متاهات الحياة، او حتى تمنعه ان هو يكمل في طريق مسدود وهيوصله لخسارة نفسه، او حتى تفشل ان انت تحميه حتى من نفسه. النوع السادس لما تكون انت ما بين اهلك واصحابك وقرايبك ومعارفك وناس كتيرة قوي، ورغم كده تحس انك اكتر انسان وحيد في الدنيا دي كلها، وان كل اللي حواليك دول مجرد فراغ وبس، محدش فيهم فاهمك ولا حد فيهم حاسس بيك. الحالة دي بقى اسمها غربة الشعور. النوع السابع وهو غربة النفس، المغترب عن نفسه، حد كده ضايع ما بين الفواصل، ولا قادر يوصل لحاجة معينة ولا قادر يكملها، وفي نفس الوقت بيتمناها، ولا حتى قادر يكمل مع اي شخص هو بيقابله في حياته او حتى بيتعرف عليه وبيدخل حياته. مش لاقي حد شبهه، لانه في الاساس اصلا مش لاقي نفسه، وبيبقى حابس نفسه كده، او هو محبوس في زنزانة مش عارف يخرج منها ولا حتى يلاقيله مرسى. النوع الثامن وهو انك لما تكون عايش قصة حب كده مع حد معين، وفي الاخر تكتشف انك كنت مجرد كومبارس وبس. كومبارس، حد كده بيأدي الواجب وخلاص. كنت مجرد متفرج واتلعب عليك دور البراءة باحتراف، وكل العشق وكل الاحاسيس وكل المشاعر اللي انت حسيتها دي كلها كان مصيرها انك يتكسر قلبك وتعيش بقية عمرك حزين. النوع التاسع كده وهو انك تعيش الظلم من اقرب الناس ليك، وفي نفس الوقت يموت دفاعك عن نفسك. النوع العاشر وهو انك تبقى عايش مع مجموعة من البشر او شخص معين بعينه، وكل يوم يقع او تكتشف القناع اللي انت كنت منبهر بيه ومخدوع فيه، وفي نفس الوقت كنت فاكر الناس دي او الشخص ده هو العوض الوحيد اللي جالك من عند ربنا. وبرضو بعد مرور الوقت بتكتشف ان هما خدعة كبيرة قوي من الندالة والخسة والمشاعر المزيفة الى اخره. فاللي عايز اقوله هنا انك لازم تعيش لنفسك في الايام البيضاء اللي احنا فيها دي، خصوصا ان كل البني ادمين اللي بنتعامل معاهم يوميا بقوا حاجة في منتهى الخسة والندالة وقلة الادب والله. فحاول تعيش لنفسك وابسط نفسك بنفسك ودور على مصلحتك، لان مفيش حد هيجي يدور لك عليها، ولا حد هيجي يقولك انت زعلان ليه، ولا حد هيجي يطبطب عليك. خليك انت صاحب الايد اللي تطبطب على نفسك، وما تنتظرش اهتمام ورعاية وحب واحاسيس حلوة من حد، لان زمن الصدق والاخلاص والمحبة والمودة والرحمة للأسف انتهى طبعا الا من رحم ربي. في ناس كتيرة كويسة، ولكن النسبة الاكتر بقت للأسف بشعة جدا، وربنا يرحمنا ويرحمكم منهم، اللهم امين. عزة النفس والكرامة مفيش اغلى ولا اهم منهم ولا ليهم بديل عند اي بني ادم طبيعي. اوقات كتير ناس بتطي راسها في العلاقات وبتتنازل عن كرامتها، وفي نفس الوقت ما بيكونش عندهم فرصة ان هم يعوضوا كل ده، وللأسف ده اللي بيدفع الثمن غالي، اللي بيطبق نظرية اصل مفيش حاجة اسمها كرامة في الحب. الحب اللي بيجي بالذل ما بيبقاش حب، بيبقى تعلق وزيادة عن اللزوم. الحب اللي بيجي بالذل ما بيبقاش حب، بيبقى ادمان. الحب من غير عزة نفس وكرامة وتقدير ملوش اي تمن. فحذاري انك تتنازل عن كرامتك او عزة نفسك عشان علاقة او حتى كان شغل في حياتك الشخصية وفي حياتك العملية. اوعى تتنازل عن كرامتك عشان خاطر ناس ما بتحاولش بربع جنيه ان هي تشتري خاطرك او تصون كرامتك، لان في الاخر يؤسفني اقولك ان انت هتندم. فاشتري خاطرك واشتري نفسك. ملعون الحب اللي بيجي بالذل، ملعون المشاعر اللي بتخرج لناس ما تستاهلهاش، ملعون لقمة عيشك اللي بتيجي بالذل والاهانة وانك تبعتر كرامتك في الارض. فاحترس يا عزيزي، كرامتك وعزة نفسك هم اهم ما تملك. دمتم في رعاية الله وامنه. في عز تجارب الحياة هتلاقي نفسك بتجري عشان تعمل فلوس وتبقى شاطر، بتجري عشان تدفع اقساط وجمعيات وتحسن من مستواك، بتجري عشان تربي اولادك وتعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. وفي وسط ما انت بتجري كده عفويا بتبقى عاوز اجابة،
عاوز إجابة لسؤال جواك محدش يعرفه غيرك. سؤال كده من نوع يا ترى حد حاسس بيا ولا الكل شايف ان ده عادي؟ طيب يا ترى هيجي عليا يوم ويتردلي كل اللي بعمله ده، او حتى حد يقدره، ولا الكل هيبقى مشغول بس في اللي يخصه؟ الله وحده اعلم بالاجابة. بس خليني بقى اقولك في حقيقة الامر انك هتفضل تجري وتجري وتجري وعمر ما المشوار هيخلص. بس وقت ما طاقتك بتخلص وقوتك بتروح تبتدي بقى تبص وراك، والحقيقة المرة هتكتشف انك جريت كتير جدا، بس للأسف نسيت حاجة مهمة جدا، نسيت انك تعيش. البخل انواع كتيرة، بس عمري ما هشوف ابشع من بخل المشاعر. ان يكون قدامك فرصة انك تجبر خاطر حد ولو بكلمة وتفضل ساكت. انك تكون عارف ان اي تصرف منك حتى لو كانت مكالمة هتبسط اللي قدامك وبرضه تستمر في التجاهل. لما بتكسر حد اكتر من مرة ولو على حاجات تافهة وبيكرهك في الاخر، بيكرهك لان طول الوقت بيفضل محتاج لك وعمره ما بيلاقيك. الطيبة والحنية هتكون في انسان بيفكر في كل اللي حواليه، وعمرها ما كانت ضعف او حتى سذاجة زي ما بقيت الناس فاهمة. بالعكس، هي دي الحاجات اللي بتعمل رصيد ليك في قلب كل واحد حاول يقرب منك. فحاول ما تستنزفش طاقة اللي قدامك، عشان مهما كان عنده طاقة حب وعطاء هتيجي عليه وقت وهتخلص. بير الأحاسيس مهما كان مليان هيجي عليه وقت وهيخلص لو ما اتملاش. عندك صاحب جدع خليك معاه دايما وما تخسروش. عندك أخ بيحبك خليك في ظهره دايما وما تخسروش. عندك حد بتحبه ما تبخلش عليه بالعطاء، لأن كل ده هيفرق معاه. والدك ووالدتك لو عايشين اوعى تخلي فيه جفا معاهم مهما كانت الظروف والأحداث اللي انت بتمر بيها، لأن صدقني الطاقة لو خلصت مش هيكون في مشاعر بعد كده. الجفا ما بيجيبش غير الجفا، وبخل المشاعر ما بيجيبش غير بخل المشاعر، والأنانية مش هتتقابل غير بالأنانية. فبلاش توصل اللي قدامك ان هو يتغير وبعد كده تقوله انت اتغيرت ليه؟ ايه اللي غيرك؟ وفي الأساس هو ما اتغيرش، هو طاقته خلصت. فلو بتحب حد دايما اشحن طاقته قبل ما تخلص.